بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. لنقل ملكية شريحة سواء عن طريق تطبيق ماي اس تي سي. أول شي بنسجل دخول على التطبيق. بعد ما نسجل دخول على الرقم المراد نقله بنضغط هنا على المزيد. بعدها من هنا بنضغط على إدارة الأرقام. بعدها بنختار الرقم المراد نقل ملكيته. بعدها من هذه القائمة بنختار نقل الملكية. بعدها من هنا بنضغط على نقل رقمي. بعدها بيجيك هذا السؤال: هل هذا الرقم مربوط في أبشر؟ فتختار لا أو نعم. بعدها بيقول لك إذا كان الرقم مربوط في نفاذ سجل دخول في نفاذ. إذا ما كان مربوط ما في داعي، فتضغط على استمرار. بعدها بيجي كود على رقم الجوال، بتحط الكود هنا. بعدها بتحط هنا رقم تواصل غير الرقم المراد نقله. بعدها تضغط على استمرار. بعدها بتختار من هنا هوية المحول له، هل هي هوية وطنية أو هوية مقيم. وإذا اخترت هوية مقيم بتختار الجنسية. بعد ما تختار الهوية بتحط رقم الهوية هنا. بعدها تضغط على استمرار. بعدها بتحط هنا رقم المحول له. بعدها تضغط على استمرار. بعدها بيطلع لك هنا ملخص لطلب نقل الملكية، بتضغط على استمرار. بعدها استمرار. تم إرسال طلبك. الحين تفتح تطبيق ماي اس تي سي بهوية المحول له. هتفتح تطبيق ماي اس تي سي ثم تسجل دخول برقم الهوية. بعد ما نسجل دخول برقم الهوية بيجيك هنا طلب نقل الملكية، بتضغط عليها. بعدها تضغط هنا نقل الملكية. بيجيك هذا السؤال: هل تقبل الطلب؟ بتضغط على موافقة. بتضغط هنا على اسم الشريحة. بعدها تختار هنا أرغب بتوصيل الشريحة إلي أو تأسيس شريحة مدمجة أو شريحة إلكترونية، بتختار اللي تبغاه. أنا أبغاها توصل إلي. بعدها بتختار من هنا أحد الباقات تكون موجودة في الشريحة. بعدها تضغط على اختار هذه الباقة. بعدها بتحط هنا رقم التواصل وتضغط على استمرار. بيجي كود على ذاك الرقم. بعدها بتحدد من هنا مكان توصيل الشريحة. بعدها بيجيك ملخص للطلب، تضغط من هنا أوافق ثم تضغط على أرسل طلبك. كذا يكون تم إرسال الطلب وبتجيك الشريحة خلال 24 ساعة.